لما ينزل سيدنا عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء في دمشق ويطارده لحد باب لد في فلسطين. في وقت من الأوقات الدنيا مش هتكون هي الدنيا اللي احنا عارفينها. موازين الكون كله هتتشقلب. مش بنتكلم عن حروب عادية بالرصاص والمدافع، ولا حتى أزمات اقتصادية بنسمع عنها كل يوم. احنا بنتكلم عن الزلزال الأكبر للأرواح. فتنة عمر البشرية من يوم ما بدلت ما شافت ولا هتشوف زيها. فتنة مرعبة تخلي الحق يبان قدام عينيك باطل، والباطل المحض يبان كأنه هو الحق. الفتنة دي اللي استعاذ منها كل الأنبياء هي فتنة المسيح الدجال. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة معاكم إسلام السيد وقصة جديدة. بس الحقيقة المرة دي الموضوع مش مجرد قصة بنحكيها عشان نتسلى. دي واحدة من أخطر وأهم الحقائق اللي اتذكرت في أدياننا السماوية، وحذرنا منها النبي عليه الصلاة والسلام بكل وضوح. اركنوا كل حاجة في إيديكم ويلا بينا نبدأ. المسيح الدجال لازم نكون عارفين إنه في الأول والآخر إنسان من بني آدم، مش شيطان ولا جن، لكنه هيكون شايل شر أخطر من إبليس نفسه. النبي وصفه لينا وصف دقيق عشان ما يضحكش علينا. قال إنه أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، بشرته مائلة للحمرة، وشعره كثيف جدا ومجعد. والعلامة الأكبر إن مكتوب بين عينيه 3 حروف: كاف ف ر، كافر. لكن خد بالك، مش كل العيون هتشوف الحروف دي. المؤمن الحقيقي اللي قلبه منور بنور ربنا هو بس اللي هيقراها بوضوح، مهما كانت الظروف حواليه ضلمة. الدجال مش هيطلع فجأة كده والناس في عز قوتها، لأ، هيسبق ظهوره سنوات صعبة بيسموها سنوات الخداع. وقت هيكون فيه القابض على دينه كالقابض على الجمر. الظلم منتشر، الأمانة ضاعت، والناس تاهت في الفتن. في وسط الوجع والجوع ده هيظهر هو ويقدم نفسه للناس الغلابة على إنه المنقذ والمخلص. وهنا بقى تكمن القوة المرعبة. ربنا هيديله قدرات عشان يختبرنا. هيقف قدام الناس ويؤمر السماء إنها تمطر فتمطر في لحظتها، ويؤمر الأرض الناشفة إنها تطلع زرع فتخضر وتبقى جنة. هيمشي وراه كنوز الأرض ويقدر يحيي الميت. هيشوفوا الفقير اللي ميت من الجوع فيخليه غني وعنده كل حاجة في لحظة. كل المعجزات دي لهدف واحد بس، إنه يخلي الناس تسجد له وتقول أنت ربنا. الدجال مش هيسيب شبر في الأرض غير لما يدوسه. هيجوب الكوكب كله بسرعة ريح شايلة مطر. هيدخل القرى والمدن ويفضل يفتن في الناس، إلا مكانين 2 بس، مكة والمدينة. كل ما يحاول يقرب من بواباتهم هيلاقي الملائكة واقفة بالسيوف بتحرس المكان. وهنا رسالة ليك إن في حماية إلهية موجودة دايما، بس للي فعلا بيحتمي بحمى ربنا. طب السؤال اللي بيحير الملايين، هو دلوقتي فين؟ مستخبي فين؟ لو رجعنا للسنة هنلاقي حديث تميم الداري المشهور عن السفينة اللي تاهت في البحر ووصلت لجزيرة نائية، وهناك شافوا الجساسة وشافوا راجل ضخم جدا وموثق بالسلاسل. الروايات بتقول إنه محبوس في مكان لا يعلمه إلا الله، بعيد عن عيون البشر والتكنولوجيا. قاعد هناك بيعد الثواني والدقايق ومستني اللحظة اللي ربنا يأذن فيها بالخروج الكبير. خروجه مش بالصدفة، خروجه مرتبط بحالنا إحنا. لما الظلم يغطي العالم، لما الفتن تدخل كل بيت عن طريق الشاشات اللي في إيدينا، لما الناس تنسى الآخرة وتعبد الفلوس والمظاهر. ببساطة، كل ما الدنيا تبعد عن منهج ربنا خطوة، الدجال بيقرب مننا خطوة. هو النتيجة الطبيعية لعالم ضيع البوصلة بتاعته. أخطر ما في الموضوع مش إن الدجال عنده جنة ونار، أخطر حاجة هي سحر العقول. هيخليك تشوف الباطل حلو وسهل والمشي وراه مكسب سريع. هتكون المعجزة قدام عينيك بتصرخ وقلبك بيقولك ده كذاب. الصراع ده هو أعظم جهاد، مش جهاد سلاح، ده جهاد يقين. لكن مهما طال ليل الفتنة، الفجر لازم يطلع. نهاية الدجال مش هتكون بجيوش بشرية، نهايته محتومة بكلمة الحق.
لما ينزل سيدنا عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء في دمشق ويطارده لحد باب لد في فلسطين، وهناك هيدوب الدجال زي ما الملح بيدوب في المية، وتنتهي أعظم كذبة في التاريخ. بس يا صاحبي، السؤال اللي لازم يزلزل كيانك مش هو الدجال هيطلع إمتى. السؤال المرعب بجد، لو طلع النهاردة أنت موقفك هيكون إيه؟ إيمانك هيصمد قدام جنته وناره، ولا هتجري ورا اللقمة والراحة الزائفة؟ أنا شايف إن الدجال مش مجرد بعبع بنخوف بيه الناس، ده إنذار لكل واحد فينا إن الدنيا دي فانية، وإن الفتن اللي بنشوفها كل يوم في الموبايل هي تدريب صغير للاختبار الكبير. أكبر درع ليك مش حسابك في البنك ولا عضلاتك ولا حتى ذكائك، أكبر درع هو سجدة بصدق في نص الليل وقرب حقيقي من ربنا، لأن يومها مش هينفعك غير اللي في قلبك. خليك دايما فاكر، الأمان الحقيقي مش في الهروب، الأمان في الرجوع لربنا. لو القصة دي حركت فيك حاجة، شاركها مع غيرك لعلها تكون سبب في تذكرة حد. وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان نكمل سوا في سلسلة حقائق النهاية، ونتكلم عن أكتر المواضيع اللي بتشغل بالنا. أشوفكم الفيديو الجاي. سلام.